جاي اكلمك النهارده اكتر بلاستيك تشطيب كمبيوتر مش واخد حقه في السوق المصري. السلام عليكم. هكلمك في موضوع الفيديو ده ان شاء الله عن بلاستيك تشطيب كمبيوتر. انت طبعا بتوصل لمرحله التشطيب او انت بتعمل النشا عموما وعايز تعمل لون على مزاجك، بعيد بقى عن التركيبات اليدويه والكلام ده، مش عايز تدخل انت في اجتهادات فبتضطر تروح للكمبيوتر. طبعا خلينا متفقين ان احسن بلاستيك كمبيوتر في السوق، وده رايي ورأي ناس كتير جدا، هو بلاستيك مذهل من جوتن. تمام، لكن مش كل الناس بتقدر على سعره، لانه على ما اعتقد ان الباستيلا معديه 3000، احيانا في مكان 3200. المهم ان هو معدي 3000. السعر ده مش مناسب لناس كتير. طب والحل ايه بقى؟ انا جايب لك نوع بلاستيك هو افضل بلاستيك من وجهه نظري في السوق، قيمه مقابل سعر. طب هو باختصار كده ايه اللي يهمني في البلاستيك؟ ازاي اعرف ان البلاستيك ده كويس ولا لا؟ جودة البلاستيك عموما او اختيارك ليه بيحددوا شوية عوامل، هم تحديدا 4 عوامل مهمين جدا. اول حاجة السعر، تاني حاجة معدل الفرد، تالت حاجة معدل التغطية، رابع حاجة صلابة البلاستيك نفسه وقابليته للغسيل. اخر حاجة صلابة البلاستيك وقابليته للغسيل دي، فدي يعني 1 2 كده. اي بلاستيك موجود في السوق من اللي بيتباع في المحلات اللي هو مش اساس تلوين او البيز اساس تلوين، الطبيعي ان هو يتغسل، هو بلاستيك تشطيب وكله قابل للغسيل. طالما في سلك ربع لمعه نص لمعه فيما فوق لازم يكون بيتغسل. يبقى رقم 1 البلاستيك ده وغيره اي بلاستيك تاني عليه. طيب تاني حاجه وحاجه مهمه قوي اللي هي السعر. ومش السعر بس، انت عايز حاجه تنفعك، بس انا جاي لها بعدين. سعر الباستيلا مثلا، اللون زي اللي ورايا ده، وده لون برضو مش من الفواتح. سعر البلاستيك متلون من قلب مركز التلوين ب 1330 جنيه. اللون ده زي ما سمعت 1330 جنيه. فانت تسمع الرقم تتخض، تقول ده اكيد مش بلاستيك، يعني ده اكيد حاجه كده، يعني حاجه صعبه هتدمر الدنيا. بس اللي اتفاجئت بيه ان انا لما اشتغلت بالبلاستيك لقيت الموضوع مختلف تماما. لقيت البلاستيك معدل فرد، معدل تغطيه، قابليه للغسيل، والسعر بيقول ان البلاستيك ده هو احسن اختيار ممكن تتعامل بيه. زي ما احنا متفقين ان البلاستيك جودة البلاستيك نفسه بيحددها شوية عوامل، من ضمنها معدل الفرد ومعدل التغطية. معدل الفرد يعني الباستيلا تفرد قد ايه، ومعدل التغطية الحيطة تاخد قد ايه علشان اللون يشمع عليها وما تكونش الأرضية باينة من تحته، يبقى اللون طالع مظبوط. باختبار بسيط الحيطة دي واخدة من أول هنا كده، ده وش واحد، ده الوش الأول، لسه خدت يعتبر أول وش تشطيب. تمام، هنسمي له، وعايزك تلاحظ معايا الرولة نفسها بفرد بيها قد ايه. افرد بيها قد ايه قبل ما بلها بلاستيك تاني. يعني احنا هنا بنقيس الاول معدل الفرد. تمام، لو لاحظت ان احنا اللي احنا ابتديناه من هنا لحد هنا تقريبا متر، اذا بلتين من الرولة الواحدة بتفرد حوالي متر هنا في ارتفاع حوالي 2 متر و70 سم. تمام، هنوحد تاني عشان نصغر الحباية واوريك نقطة تانية او جزئية تانية في موضوع البلاستيك ده، وهي نقطة التغطية. واخد بالك الجزء اللي انا شغال فيه من الجزء التاني ده، الجزء اللي احنا خلصناه ومن الجزء التاني، شايف الفرق بينهم؟ اللون هنا سيطر على المنطقة بتاعته، كاسة خلاص وسطر. هنا لسه، ده طبيعي عشان ياخد وش واحد. ان البلاستيك من وشين كويس، بس هو اصلا طبيعي ان مفيش حد بيشطب وشين ايا كان. يعني احنا من بلاستيك موجود وكده او كده، كده او كده، البلاستيك ده او غيره من اي بلاستيك تشطيب، الوش الاولاني بيسحب مثلا بياخد باستيلا، الوش الثاني ياخد نص باستيلا، الوش الثالث ياخد ربع باستيلا. هو كل ما بنزود في الوشوش استهلاكك في البلاستيك بيقل، اذا كان ده او اي بلاستيك كمبيوتر تاني. اذا ان البلاستيك بتاعنا من وشين الحيطه طالعه كويسه، بس ده طبيعي ان احنا لازم
ناخد 3 وشوش تشطيب، برضو ده احسن ليا واحسن لحضرتك. ده في مصلحه الصناعه، في مصلحه العميل عموما يعني. وكمان جزئيه بقى وتركايه صغيره، احنا البلاستيك في الوش الثالث يعني احيانا بيكون في نوعيات بلاستيك الاكريليك بتاعها زايد شويه، بتبقى عامله خشانه، وخصوصا البلاستيكات اليدوي. فاحنا بنخلي الوش الثالث ده بنخفه سنه صغيره، اخف من الوشين الاولانيين، عشان نسيح بيه الحيطه، بحيث ان الحيطه خشونتها تقل والنعومه بتاعتها تزيد. هتيجي تقول لي طب الشركات التانية، احنا بنتكلم في البلاستيك ده من شركه سكيب مثلا، طب الشركات التانية المنافسين ليه اسعارهم عامله ازاي؟ خليني اقول لك مثلا ان في شركه براند قوي جدا في سوق الكمبيوتر في مصر، البلاستيك ده بما يعادله، هو كل شركه عندها براند بينافس بيه الشركه الثانيه، يعني من المطفي، من السيلر، من المعجون الداخلي والخارجي، كل حاجه. فالبلاستيك ده له ما يوازيه في الشركات الثانيه. اللي يوازيه في الشركات الثانيه دي سعره عامل ازاي؟ خليني اقول لك مثلا، لسه من اسبوعين جايبين نفس البلاستيك ده من شركه براند مشهور قوي، بايع قوي، سعره تقريبا 2200 ل 2300 جنيه. احنا بنتكلم في 1000 جنيه فرق في الباستيلا. طب هو الفرق اللي بينهم، انت ممكن تقول لي مثلا ما انا خلاص انا هدفع 1000 جنيه فرق بس اخد حاجه نظيفه. والله كله زي بعضه، الاثنين واحد، انا بحلف بيه والله. وعلى فكره اقسم بالله انا بعمل ده اعلان للشركه دي مثلا ان هم يدوني، يعني مش مشهور قوي لدرجه ان انا مثلا اعمل لهم اعلانات والجو ده. انا اقسم بالله ما حد يعرف اصلا انا بعمل يعني بتكلم او بعمل ريفيو عن المنتج ده. انا هدفي ان انا اساعدك في انك توصل لمرحله كويسه او توفر في جزئيه معينه، هيفرق معاك كتير قوي. نرجع لكلامنا تاني، ان الشركه الكبيره دي البلاستيك بتاعها عامل 2200 و2300 واحيانا في اماكن 2400، واقسم بالله العظيم البلاستيك ده هو ده. تمام. في شركه تانية برضو اشهر من الشركه دي شويه ومعروفه في السوق برضو، البلاستيك بتاعها تقريبا عامل 1850 ل 1900. هو وده يتفوق على الشركه التانية دي، هي شركه في الوسط كده، فطبعا ما ينفعش نقول اسماء. يبقى انا لما ادفع في باستيلا السعر ده، يبقى البلاستيك ده اندريتد، مش واخد حقه. في حاجات تانية، في حاجات في بلدنا دي عامله زي قنديل البحر اللي عايش في دور الصبيط، هو منتج عادي قوي واخد شهره كبيره قوي. المنتج ده العكس، هو صبيط بس عايش في دور قنديل البحر. احسن اختيار ممكن تختاره البلاستيك الاكريكوت، ربع لمعه من سكيب، وفي عندهم نص لمعه لو انت غاوي اللمعه اللي عليه. لو عايز تستفسر عن اي حاجه، ليك اي سؤال، الكومنتات مفتوحه، سيبهولي انا هرد عليه ان شاء الله. سلام.